قارة افريقيا على مدار تاريخها عمرها ما هتخلص من قصص السحر والحكايات العجيبة والغريبة. فتعالوا النهاردة نحكي لكم واحدة من اغرب قصص السحر في افريقيا. سنة 1992 كان وزير الرياضة الإيفواري ساعتها عنده غرض سياسي إنه لازم يفوز بالبطولة دي بأي شكل من الأشكال عشان الناس ترضى عنه وما يطالبوش برحيله. فالراجل قاعد يفكر يعمل إيه لحد ما حد قال له احنا عندنا مدينة كاملة بتمارس السحر، روح لأي ساحر هناك عشان يجيب لنا البطولة دي في شوية. وبالفعل الوزير ما ضيعش وقت وراح جري على مدينة السحر هناك وقابل ساحر اسمه جاباس بدباوة وقال له أنا عايز المنتخب ياخد بطولة افريقيا النسخة الجاية دي بأي شكل من الاشكال. الساحر قال له بس انت كده هتدفع كتير. الوزير قال له معاك من جنيه ل1000. قال له خلاص هتدفع 1.5 مليون فرنك. قال له ماشي يا عم الساحر، هتعمل ايه بقى؟ قال له هعمل لك يا عم تعويذة تخلي لاعيبة المنتخبات المنافسة يحسوا ان في نحل بيقرصوا، ومش بس كده ده انا هخليهم كمان يحسوا انهم مرهقين وتعبانين ومش قادرين يجروا ولا يلعبوا، لا وكمان هخليهم بدل ما يشوفوا لاعيبة المنتخب بتاعنا واحد بس هخليهم يشوفوه 2 و3 و4 لحد ما يتجننوا. الوزير قال له على بركة الله يلا بينا. وبالفعل المنتخب الكوتيفواري النسخة دي فاز بالبطولة، ومش بس كده ده كمان من غير ما يدخل مرماه اي هدف. فالساحر بقى بعد ما المنتخب خد البطولة والشعب هيص وفرح فضل قاعد مستني الوزير عشان يجيب له الفلوس يوم والتاني والتالت بس محدش عبره. قام هو قرر انه يروح للوزير وراح للوزير وقال له ايه يا عم فين الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها؟ الوزير قال له فلوس ايه؟ قال له فلوس السحر اللي انا عملتها للمنتخب علشان يفوز بالبطولة. قال له انت مين؟ انا ما اعرفكش اصلا ولا اتفقت معاك على حاجه. سحر ايه اللي انا اعمله يا ابني؟ انت عايز تركبنا وذنوب ولا ايه؟ يلا اتكل على الله. الساحر طبعا خرج من عند الوزير متعصب جدا ومش طايق نفسه ولا طايق حد وقال والله لا هوريكم يا شويه حراميه. وقرر الساحر انه يعمل اعمال وطلاسم من المنتخب الايفواري علشان ما يفوزش باي بطوله. وبالفعل المنتخب الايفواري فضل من سنه 1992 لحد 2015 ما يفوزش باي بطوله، ورغم انهم كانوا خلال السنين دي بيلعبوا حلو جدا وكان عندهم احسن لعيبه في العالم. بس في سنه 2015 العقده اتفكت والمنتخب الايفواري قدر انه يتوج باللقب بعد 23 سنه، وده بعد لما وزير الرياضه الجديد راح للساحر واستسمحه واداله الفلوس اللي اتنصب عليه فيها من الوزير القديم. وكمان الصحف الايفواريه في الوقت ده فضلت تكتب للساحر وتترجاه انه يفك السحر ويسيب المنتخب في حاله. فتقريبا الساحر صعب عليه منتخب بلاده وقرر انه يفك السحر بعد 23 سنة. والقصة دي تعلمنا اننا ما نستخدمش السحر بأي شكل من الاشكال عشان السحر ما يتقلبش على الساحر. وبس كده.